مبروك لنادي الزمالك الصعود لدور ربع النهائي في ماتش صعب قدام كايزر تشيفز. ليه صعب؟ لان فرقتين عندهم نفس الدوافع، بتلعب على الصعود، بتلعب فرقه اول مجموعه، يعني مش هيبالغ في الناحيه الدفاعيه ومش هيلعبك لو بلوك طول المباراه. فطبعا الشوط الاول بدا الكره محصوره في نص الملعب وتكتلات معموله في مناطق نص الملعب، خلت الزمالك يلجأ للكرات الطوليه اللي فعلا قدرت توصله في كورتين ورا بعض، سواء كره دايركت من الونش او عن طريق السكند بول زي الكره بتاعت ناصر منسي. وده كان حل كويس في بدايه المباراه، لانك لو لعبت عرضي فريق كايزر تشيفز، لو حضرت بعرض الملعب فريق كايزر تشيفز عنده سرعات يقدر ينتشر هجوميا في وقت قليل. فده كان حل كويس لحد ما دخلنا في نص الشوط الاول، والزمالك ابتدى يلعب على الضغط العالي، قدر اللي هو يضغط عالي على كايزر تشيفز. ومن هنا الزمالك قدر يدخل الجيم لانه بقى عنده شراسه ابتداء من مناطق نص الملعب، ويعمل التحولات السريعه، سواء كان تحول سريع عن طريق احمد شريف او عدي الدباغ. فده طبعا دخل الزمالك في الجيم، بس الفرق ان الزمالك ما كانش عنده فعاليه هجوميه في الشوط الاول، بيوصل بس ما عندوش فعاليه، ما بيقدرش ينهي الهجمه بشكل كويس. لحد ما جينا في الشوط الثاني طبعا تغييره واحده بس قدرت اللي هي تعمل لك فعاليه هجوميه، عبد الله السعيد حتى لو عنده 50 سنه، الراجل ده هيقدر يوصلك ويعمل لك فعاليه هجوميه ويسجل ويعمل لك كل حاجه في الثلث الاخير عبد الله السعيد. وطبعا كمان عايز اقف عند حته